السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بيك في فيديو جديد من شرح منهج الانجليش لتاني اعدادي. هنبدا النهارده مع بعض الترم الثاني وهنشرح يونت 7. وفي اليونت ده هناخد المستقبل البسيط باستخدام will وكمان حاله if الاولى. قبل ما نبدا عايز اعرفك ان احنا في القناه هنا ان شاء الله هننزل كل المنهج بتاعك وكمان هنحل عليه كويس جدا. طيب هنشتغل من كتاب ايه؟ لا، احنا مش هنشتغل من كتب خالص. في كل فيديو هتنزل على وصف الفيديو هتلاقيني سايب لك مذكره هناك تقدر تحملها وتشتغل معانا منها. قبل ما نبدا، لو انت مش مشترك في القناه انزل واعمل اشتراك واعمل لايك وشير الفيديو مع اصحابك. انا مستر احمد وجاي ابسط لك منهج الانجليش بتاعك. يلا بينا. ويلكم باك. كنت معرفك قبل كده ان كل زمن هنتكلم عنه لازم نعرف عنه 5 حاجات: تكوين، نفي، سؤال، كلمات دالة، واستخدام. طيب هنبدأ اول حاجة كده بالتكوين. المستقبل البسيط باستخدام will بيتكون من ايه؟ بص يا سيدي، انا بجيب في الاول السبجكت اللي هو الفاعل، وبعد كده will، وبعد كده بجيب الفعل في المصدر او الانفينيتيف. طيب مثال هقول لك كده: I will travel tomorrow. انا هسافر ايه؟ غدا. طيب خد بالك، will دي معناها سوف، فكده الجملة تبقى ترجمتها أنا سوف أسافر غدا. جملة كمان: they will play tennis next week. هم سوف يلعبون التنس الأسبوع القادم. أنا دلوقتي عايز هروح للنقطة التانية اللي هي النفي، وعايز أقول إن أنا مش هسافر بكرة وهم مش هيلعبوا تنس الأسبوع القادم. هعملها إزاي؟ بص يا سيدي، أنا كنت قايل لك قبل كده إن النفي ما هو إلا فعل مساعد وبلزق فيه not. فأنا عندي هنا إيه؟ will، فهجيب will كده والزق فيها not اهي، يبقى will not، وهختصرها في حاجة اسمها won't. طبعا بجيب قبلها الفاعل وبجيب بعدها المصدر بس يا سيدي. فهنفي اول جملة دي ازاي؟ هقول كده: I won't travel tomorrow. الجملة التانية هنفيها ازاي؟ هقول they won't play tennis. كده النفي. طيب هنروح للنقطة الثالثة وهي السؤال. ازاي اسأل سؤال في المستقبل البسيط مع will؟ بص يا سيدي، بنجيب في الاول كده will بنبدأ بيها، وبعد كده الفاعل، وبعد كده المصدر. ده النوع الاولاني من السؤال اللي هو بمعنى هل، وده اللي اجابته yes او no. مثال عايز اقولك مثلا: هل سوف تسافر غدا؟ انا قلت لك will والفاعل والمصدر، فبالتالي هل يعني will، احط will اهي، بعد كده الفاعل ايه؟ انت. هل سوف تسافر؟ يبقى will you، الفعل اللي هو you. يسافر يعني travel، هجيبها في المصدر. will you travel tomorrow؟ هل سوف تسافر غدا؟ والإجابة على السؤال ده تبقى يا إما yes يا إما no. yes واعمل مقص، ونو واعمل مقص وحط نط. yes واعمل مقص، يبقى أنا هخليها بدل ما هقول يو هتبقى يو، طبعا هتتحول لآي، فهنقول yes، أجيب دي كده وأجيب will بعدها: yes I will، أو no I won't. طيب لو عايز أسأل سؤال بأداة استفهام هعمل إيه؟ هي مش أنا كنت قايل لك will والفاعل والمصدر؟ هي بس احط قبلهم أداة استفهام. أنا مثلا عايز أسألك أقول لك: أنت هتسافر إمتى؟ متى سوف تسافر؟ ده مستقبل، وبالتالي هجيب متى اللي هي when، بعد كده أداة بعد كده will، when will، الفعل اللي هو إيه؟ أنت اللي هو you، يبقى when will you، والمصدر travel، يبقى متى سوف تسافر. طيب ايه الكلمات الدالة على الزمن ده؟ عندي next يجي بقى بعدها ايه؟ اي حاجة. next مثلا Friday، next week، next month،
next year يعني next دي معناها القادم، الجمعة الجاية، الأسبوع القادم، الشهر القادم، السنة القادمة. طيب عندي كمان كلمة in the future معناها في المستقبل. وعندي in وتاريخ في المستقبل، أقول لك مثلا in 2030 في 2030 ده برضو مستقبل. عندك tomorrow يعني غدا. وعندك soon معناها قريبا. ونروح دلوقتي للاستخدام. امتى بستخدم will؟ عايز اقول لك ان المستقبل البسيط ده عايز اقول لك ان المستقبل البسيط ده ليه 4 اشكال: will والمصدر، وgoing to والمصدر، والمضارع المستمر، والمضارع البسيط. فانا خدت will، معنى كده ان انا بستخدمها في حاجات محدده، وبالتالي هعرفك دلوقتي امتى بنستخدم will. امتى بنستخدم will؟ قال لك ان لما اجي اتنبأ وانا معيش دليل. يعني انا مثلا هقول لك دلوقتي الاهلي عنده ماتش النهارده وهيكسب. طب ايه الدليل؟ مفيش دليل، وبالتالي هستخدم معاها will. يبقى will امتى بنستخدمها؟ يبقى بنستخدمها في التنبؤ بدون دليل. هديك مثال تحت هنا كده اهو. بص يا سيدي، اقول لك ان الاهلي هيكسب النهارده، انا معيش دليل، هقول الاهلي will win، الاهلي سوف يكسب. برضو الكلمات اللي بتدل على عدم التأكد هعتبرها من الكلمات الدالة على المستقبل البسيط. يعني كلمة ايه مثلا؟ يعني مثلا كلمة think معناها يعتقد، وكلمة expect يتوقع، وكلمة predict معناها برضو ايه؟ يتنبأ. انا لما اشوف الكلمات دي او اي حاجة شبه الكلمات دي فانا هعتبرها من الكلمات الدالة على المستقبل البسيط، وبالتالي هستخدم معاها will والمصدر، لان will هي اللي بستخدمها عند التنبؤ بدون دليل. هقول تاني بسرعة. بص يا سيدي، قلت لك will معناها سوف. انا عايز اكون جملة فهحط الفعل في الاول وبعده will وبعده المصدر. عايز انفي هحط will وبعدها not، فهجيب الفاعل واقول will not او won't وبعدها المصدر. عايز اسأل سؤال will والفاعل والمصدر. طيب عايز اسأل سؤال بأداة استفهام، أداة استفهام will والفاعل والمصدر. طيب ايه الكلمات الدالة؟ قلت لك كلمة next و in the future و in واي تاريخ في المستقبل و tomorrow و soon، وكمان الكلمات اللي بتدل على عدم وجود دليل زي think و expect و predict. هسيب لك البورد لو عايز تاخد سكرين ونرجع نكمل مع حالة if الأولى. هناخد مع بعض دلوقتي حالة if الأولى. القاعدة بتقول عندك حاجة اسمها if بتساوي كلمة اسمها when، ومعناهم لو. يجي بعدها مضارع بسيط والجنب التاني will والمصدر. طيب بالراحة خالص كده، قلنا if أو when معناهم لو، يجي بعدهم مضارع البسيط. ايه هو المضارع البسيط؟ المضارع البسيط عندي الفعل فيه اس مع المفرد والمصدر مع الجمع، وبالتالي لو فعل فيه اس او مصدر ده مضارع بسيط. كمان عندي don't و doesn't، ده برضو مضارع ايه؟ مضارع بسيط. عندي am و is و are، ده برضو مضارع بسيط. وبالتالي لما اشوف حاجه من دول اعرف ان هم مضارع بسيط، فاف او when لازم يجي بعدها حاجه من دول، والجنب التاني بيبقى الفاعل وويل والمصدر. طيب اديني مثال. هقول لك كده if او when. if you اختار study studied studies
you will would shall succeed. هتنجح. بص يا سيدي، المثال بيقول لك if you، لو انت ذاكرت هتنجح. انا عايز استخدم حالة if الاولى اللي هي تبقى if you يجي بعدها مضارع بسيط. you دي من الجمع فبتاخد الفعل في المصدر، وبالتالي هختار هنا ايه؟ study. if you study you، الجنب التاني بيبقى الفاعل will المصدر، يبقى you will succeed. يبقى انت وانت بتحل لو لقيت will والمصدر هات الجنب الاولاني مضارع بسيط، لو لقيت مضارع بسيط بعد if هات الجنب التاني will والمصدر. طيب انا عايز انفي، قبل ما انفي عايز اخلي if دي في النص. هعمل ايه؟ هجيب الجزء ده كله في الاول وهخلي if واللي بعدها في الاخر. يعني هبدأ بدي، هقول لك كده you will succeed if، هيحط بقى if اهو، if you study. يعني اللي لازق في if ده ما بيتحش منها. طيب انا عايز انفي الجملة دي، هقول لك you won't. you won't يعني هنفي هنا، هنفي won't دي. لو عايز انفيها هقول لك you won't succeed، انت مش هتنجح if you، طبعا you هتيجي بعدها بعد if دي مضارع بسيط، فهننفي study if you don't study. انت مش هتنجح لو ما ذاكرتش. طيب لو عايز اسأل سؤال سهل يا عم، مش ده مستقبل will والمصدر؟ انا كنت بسأل في المستقبل ازاي؟ will والفاعل والمصدر، وبالتالي هجيب will في الاول هنا كده، يبقى ده النفي. هنا كده السؤال هتبقى will، طبعا I هتتحول لي هل سوف انجح؟ will I succeed if I study؟ لو انا ذاكرت. يعني انا جبت بس بدلت بين will ويو، ويو بتتحول ليه؟ لاي. will I succeed if I study. ولو عايز برضه اسال سؤال باداه استفهام احط اداه الاستفهام قبل will على طول. طيب ده اول شكل. طيب قال لك كمان في حاجه بتقول لي if او when. if او when اجيب بعدهم مضارع بسيط والجنب الثاني should أو shouldn't وبعدهم المصدر وقبلهم الفاعل، يبقى الفاعل should أو shouldn't والمصدر. إمتى بستخدم الحالة دي؟ للنصيحة أهي، بستخدمها للنصيحة. يعني لو عايز أنصح حد هستخدم معاه if مضارع بسيط should أو shouldn't. طيب اديني مثال علشان أفهم. هقول لك كده if you are، أو خلينا نقول if he is. if he is ill، لو هو مريض، لو هو مريض فهنجيب كده he should see the doctor. خد بالك معايا من التكوين. if he دي مفرد، انا عايز اقول لو هو مريض، وبالتالي خدت معاها is يعني مضارع بسيط اهو. if he is ill لو هو مريض he should يجب عليه ان هو يشوف الدكتور. طيب لو عايز اخلي اف في النص نفس الكلام، هبدأ بالجملة دي هقول كده he should see the doctor if he is ill. يبقى هو لازم يروح للدكتور لو هو ايه؟ مريض. لو انا عايز انفي الجملة دي هقول ايه؟ بدل ما he should هتبقى he shouldn't وانفي الجنب التاني. يعني هقول كده he shouldn't، ده النفي اهو، he shouldn't see the doctor if he isn't ill. انفيها بقى، طالما نفت الجزء الاولاني هنفي الجزء الثاني if he isn't
ill. طب لو عايز اسأل سؤال واقول مثلا هل يجب عليه ان هو يروح للطبيب لو هو مريض، فهعمل ايه؟ الجملة بتقول لي he should see the doctor، فهعمل مقص بين should و he. هتبقى كده اهو السؤال هيبقى should، هبدأ بشود وبعدها الفاعل وبعدها المصدر. should he see the doctor if he is ill؟ هل يجب عليه ان هو يروح للطبيب لو هو مريض؟ طبعا الاجابه تبقى yes او no. هقول yes he should او no he shouldn't. يلا طيب، يبقى كده خلصنا الموضوع كله. ان if بتساوي كلمه اسمها when ومعناها لو، يجي بعدها مضارع بسيط والجنب التاني الفاعل all والمصدر. طيب قلنا المضارع البسيط ده اللي هو فعل في اس او الفعل في المصدر او don't او doesn't او am و is و are او amn't و isn't و aren't، طبعا النفي بتاعهم. مثال if you، هنجيب بعد you المصدر لان you بيجي بعدها المصدر في المضارع البسيط. يبقى if you study you will، يبقى لازم الجنب التاني ايه؟ will والمصدر يبقى you will succeed. قلت لك لو عايز اخلي if في النص فاللي بعد if بيفضل لازق فيها، ده مع كل الرابط اصلا، وبجيب الجزء التاني ده في الاول، فهتبقى you will succeed if you study. ولو عايز انفي هنفي will، هقول you won't succeed وانفي باقي الجمله برضو. ولو عايز اسال سؤال بعمل مقص بين will والفاعل، فماليش دعوه بالجزء الاولاني ده، ما بجيش جنبه، انا بشتغل على الجزء ده لو انا بعمل سؤال. فبقول will I، will هي، انا هجيب الجزء ده في الاول اللي هو you will succeed اهي you will succeed، وبالتالي هعمل سؤال على الجزء ده. هقول will I succeed if I study. لو انا عايز اعمل سؤال بكررها لك تاني، ما باجيش جنب if واللي بعدها، انا بقى بلعب في المستقبل اللي هو will والمصدر. طيب الحالة التانية، او مش الحالة التانية، شكل تاني، هي if when يجي بعدها مضارع بسيط والجنب التاني الفاعل وشود وشودنت والمصدر، ودي بنستخدمها للنصيحة. لو انا عايز اقدم لك نصيحة فبنقول كده if he is ill، لو هو مريض، he should يجب عليه see the doctor ان هو يشوف ايه او يروح للطبيب. لو عايز انفي نفس الكلام، انا بجيش جنب if واللي بعدها خالص، انا بلعب في الجزء الثاني، هنفي يبقى هنفي الجزء ده، يبقى يبقى he shouldn't see the doctor if he isn't ill. لو عايز اسال سؤال برضو بعمل مقص بين he و should، هتبقى should he see the doctor if he is ill. طيب والاجابه قلنا بتبقى yes او no. انا كده خلصت معاك شرح الجزء ده كامل، شرح يونت كامل. هناخد كام سؤال دلوقتي كده وعايزك تحلهم معايا. Audio Jungle. بص يا سيدي، اول سؤال بيقول if he نقط travel to London he will try English food. هتبص في الجنب التاني هتلاقي will والمصدر، وبالتالي يبقى الجزء الاولاني لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى مضارع بسيط اللي هو هتبقى if he travels، يبقى if he travels. رقم 2 بيقول my cousin arrived ماضي، لا طبعا، at lunch time tomorrow at 11 a.m. جايب لك كلمة tomorrow مستقبل، يبقى my cousin will arrive، تبقى will arrive. they train hard، هما بيتدربوا كويس for the match. I think اعتقد قلت لك كلمة think من الكلمات اللي لازم اجيب معاها will، يبقى I think they will win. رقم 4 if my father have free time، لو بابا عنده وقت فاضي he will take us. شوف انا ببص في الجنب التاني لقيت will والجزء الاولاني فيه if، يبقى if ده لازم يبقى بعدها مضارع ايه؟ مضارع بسيط، يبقى if my father has. رقم 5 when your father come we will go out، برضو نفس الكلام، لقيت when في الاول وفي الجزء التاني will، وبالتالي لازم بعد when يبقى مضارع بسيط، و your father هنا مفرد فهجيب معاها comes، يبقى if your father comes. رقم 6 if she went to the shop she will buy cheese، برضو عندي if في الأول والجزء الثاني will، وبالتالي هجيب بعد if مضارع بسيط يبقى if she go with. طيب رقم 7 if you have a lot of money، لو انت عندك فلوس كتير you will buy a new car، طبعا جايب لي علامة استفهام في الآخر هتبقى will you، هل سوف. طيب I think our team think يبقى لازم will والمصدر، يبقى I think our team will win. رقم 9 she
she hopes that he that he cook dinner tonight. يبقى hope برضو من الكلمات اللي لازم اجيب معاها will والمصدر، يبقى she hopes that he will cook dinner tonight. آخر الجملة معانا I am sure they not go to the party. برضو not sure I am not sure أو I am sure دي من I am sure من الكلمات اللي برضو لازم أجيب معاها will والمصدر، وبالتالي هقول I am sure they won't go to the party لأنه جايبها لي نفي أهو، فهقول I am sure they won't go to the party. هنحل كمان على اللي هي should و shouldn't. السؤال بيقول if she is ill لو هي مريضة she should sees a doctor. لا طبعا should بيجي بعدها المصدر، يبقى she should see the doctor. when you not know a word you should. لقيت should في الجنب التاني وين في الأول، يبقى when دي لازم يجي بعدها مضارع بسيط، وبالتالي بس مضارع بسيط منفي علشان جايب لي كلمة not، يبقى if when you don't know. السؤال الثالث بيقول you shouldn't drinking. should و shouldn't بيجي بعدهم الفعل في المصدر، يبقى you shouldn't drink بس. should I drink hot tea if I has a headache. طيب أنا عارف إن if بيجي بعدها إيه؟ if بيجي بعدها مضارع بسيط، و I بتاخد الفعل في المصدر، هيبقى I have. طيب رقم 5 if you can't see well لو أنت مش شايف كويس you should go with. طبعا should بيجي بعدها المصدر، يبقى you should go. رقم 6 you shouldn't you stay up late if you have to get up early. بيقول لك لو انت عايز تصحى بدري المفروض ما تسهرش قوي، فهقول له طبعا هبص كده في الجمله هلاقي ان اف في النص جاي بعدها مضارع بسيط، انا هنصحه هقول له you shouldn't stay up. ما ينفعش تسهر لو انت عايز تصحى بدري، او لو انت عندك حاجه بدري. رقم 7 when يجي بعدها مضارع بسيط، يبقى when you not know لا you بيجي بعدها مضارع بسيط، يبقى don't know. رقم 8 if the milk smell bad you should throw it. الجنب التاني should والجنب الاولاني if، يبقى لازم بعد if دي مضارع بسيط، milk ده مفرد يبقى smells. رقم 9 if your tooth hurt لو اسنانك بتوجعك you should go to the dentist. نفس الكلام if لازم بعدها مضارع بسيط، your tooth سنتك مفرد هتبقى hearts زود لها اس. رقم 10 he should see a doctor when he feel ill. طبعا when بيجي بعدها مضارع بسيط، وهي بتاخد الفعل فيه اس مع المضارع البسيط، فهنخليها when he feels هزود لها اس when he feels ill. انا كده خلصت معاك يونت 7 كامل، الحمد لله خلصنا الجرامر وكمان حلينا عليه. هسيب لك البورد دلوقتي لو عايز تاخد سكرين. So thank you for watching. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.